السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي حبايبي. هنعمل مع بعض النهارده ايه؟ شوية أجنحة كده بالبطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب اشوح الحاجة الاول كده اهو، فيها رقبتين كده. بصوا حبايبي اهو، طبعا سامعين الصوت في التفتة. واحد قاعد محتار بصراحة، حيرت كل يوم اهو. معلقة سمنة كده، اي نوع سمنة بقى انت بتحبيه تحطيه. معلقة زيت طبعا، لو عندك زيت ذرة يبقى افضل واجمل، ده طعم حلوة. واهي هتاخد تشويحة وارجع لكم. بصوا حبايبي احنا عملناها اهو، انا حبيت اشوحها اوريهم التشويحة دي. بصوا التشويحة جميلة ازاي اهو. بتشوحي الحاجة كده معاكي هنا بصلتين كده صغيرين اهو، ماشي. بصوا التشويحة، بصوا حاجة جميلة ازاي. نعم، هنفص توم اهو. قطعيهم كده، عايزة تدقيهم في الكبة، عايزة تعمليهم زي ما انا عملتهم كده. مستعجلة بس شوية عشان الأولاد عايزين ياكلوا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. ما تنسوش تعملوا لي متابعة على القناة يا حبايبي، عشان يوصلكوا كل جديد. الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واللي ما اشتركش في قناة اليوتيوب يروح يشترك، واللي ما اشتركش في الفيسبوك يشترك. وتشرفوني وانتوا عيلتي الجديدة. بحبكم في الله، ربنا يبارك لكم ويرضيكم يا رب. يا رب يكون الاكل بيعجبكم. اكل بسيط كده، اكله بسيطه كده من البيت. بصوا حبايبي، ومعايا ايه؟ نص جزرايه صغيره اهي، ماشي، مع البطاطس اهي. دول 4 حبات بطاطس صغيرين اهو. اللي تعملوا بالطريقه دي تعجبكم قوي. عايزين تقطعوا بقى القوطه زي ما انا قطعتها كده، قطعوها. عايزين تفرموها في الخلاط تفرموها. طبعا انا بدي كل حاجه، انا بحب اشوح الحاجه كده زي تشويحه كده الاول، بعد كده هنعملها كده. عايزه تسويها برضو على البوتاجاز زي ما قلت لكم، في اي حاجه قبل كده سويها، عايزه تحطها في الفرن حطيها. ونعملها واظبطها كده ونقضيها نص تسويه على البوتاجاز والنص التاني فين ان شاء الله في الفرن. تسويحه حلوه بسيطه كده تخلي الاكل يبقى حلو اهو. على جنب كده اهو، يشرب من الصوص اللي نازل من الأجنحة كده. الأجنحة دي جميلة جدا، كفاية بس ريحتها والواحد بيعمل. يعني لسه هي ريحتها جميلة جدا من قبل ما احط التوابل. نحط قرن الفلفل اهو، قرن فلفل، ده قرن فلفل بارد على ربع حامي. الطريقة دي جميلة أوي هتعجبكم. بصوا هي استوت من قبل ما الواحد يحط لها الحاجة بتاعتها. نقلبها في بعضها كده. البهارات بتاعتنا هنا برضه هنحطها. كمون، انا بحط حاجات البهارات العاديه بتاعتنا، كمون، فلفل اسود، مكعب ماجي، قرفه، حبهان، ورق لورا، جوز الطيب دي جميله قوي بحطها. ونقلبها مع بعض اهو. بصوا، وكركم طبعا اهو حبايبي. صلوا على النبي حبايبي. يا رب اكتبوا لي كومنت حلو كده كل اخواتي في الله، يا رب يفرحكم يا رب. طبعا الراعي الرسمي هتقولوا لي يا ام رحيم الكركم الكركم يا ام رحيم. انا بحب الكركم يا جماعه والقرفه. الحاجات دي بتعمل نكهه جميله قوي، وبالذات لما تبقى في الفراخ بالذات، تعمل طعم جميل جدا في الفراخ.
طبعا انا هحط برضو ايه اهي عشان ناخد نستعجل بس كده شويه. وبعد كده هسيبها بقى مع نفسها كده. احط عليها كوبايتين ميه اهو، كوبايتين ميه كده من الفلتر. ادي تحط ميه بس حطي، ادي تحط من الفلتر حطي. لو عندي فلتر بحط منه الميه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول شوط عشان كده البطاطس تستوي معانا كده تبقى شكلها جميل اهي. النقطه دي بتديها طعم حلو. وادي بسم الله الرحمن الرحيم التاني. نسيبها تغلي بقى غلوتين هنا كده، وبعد كده نزقها في الفرن. ماشي يا حبايبي. بصوا يا حبايبي انا حطيتها في الفرن اهو، وما تاخد وش هطلعها واوريها لكم. بصوا يا حبايبي دي شويه رز ابيض اهو. انا بغسل الرز وبحطه في الحله وبحط عليه الميه بتاعته اللي هو وبحط شويه زيت، او عندك سمنه حط سمنه. ف يعني حطيت هحط معلقه سمنه ومعلقه زيت. وما تنسوش تحطي معلقه الملح بتاعتك عشان ايه يتملح. وتحطي عليه معلقه عندك سمنه بلدي جميله قوي. حطي معلقه سمنه بلدي، اي سمنه عندك الحاجه اللي متاحه عندك حطي منها. وانا هحط معاها حاجه كده بتديها طعم ريحه ونفس. وادي القرفه ده اهو معاها. وتقلبي الرز بتاعك كده، وطبعا تولعي العين اهو. ولعت العين عليه وهنسيبه بقى لما يستوي واوريهولكم لما يستوي. بصوا يا حبايبي صينيه اهي طلعت من الفرن اهي جميله ازاي. بصوا حمرا وحلوه ازاي، بسم الله ما شاء الله. وادي الرز بتاعنا الجميل المفلفل اهو. ولادي بيحبوا الرز الابيض ده، وبصراحه ريحته جميله قوي مع القرفه، مع عود القرفه اللي انا حطيته ده عامل ريحه جميله 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 ومفلفل اهو. انا سايباه في الحله لسه عشان ايه قلت اوريهولكم اول ما يطلع. يا رب يكون الاكل عجبكم والفيديو عجبكم. حابه اشكر الناس المحترمه اللي دخلت قناتي وبتشرف بيهم جدا جدا جدا. يا رب يكون الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم. ربنا يراضي كل واحد ويعين كل واحد ويقدر كل واحد على فعل الخير. بحبكم في الله. ما تنسونيش في اللايكات الحلوه بتفرحني، وتقولوا لي انتوا من انهي بلد وتشرفوني. الناس اللي شرفتني من جوه مصر ومن بره مصر شرف ليا. ربنا يعين كل واحد على حاله تاني. والله انا مبسوطه جدا جدا عشان في ناس محترمه جدا 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 لما كلمتها كلمتني. يا رب يبارك لهم ويعينهم ويقويهم ويجعلهم من نجاح لنجاح. ويعين كل واحد على حاله. ما تنسوش تدعوا لأهل غزة حبايبي. يا رب يرضي كل واحد، ولكل واحد بيتمنى خير يلاقيه. فيا رب يكون الأكل عجبكم وما يكونش طولت عليكم الفيديو. مع ألف سلامة. تصبحوا